السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل البوريك المحشي جبنة. بنجيبه من الفرن بيبقى لونه كده يا جماعة. هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا، مكوناته موجودة في كل البيوت. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة ونشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب عندنا نص كيلو دقيق، هنحط معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة خميرة، معلقة سكر، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كركم. دي المكونات الجافة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. وبعدين هنحط معلقة صلصة، دي اللي بتدي اللون الجميل بتاع البوريك. هنحط كوباية صغيرة، فنجان صغير كده زيت، وربع كوباية خل، وهنقلب. هنشيل بقى المعلقة ونعمل بايدينا، لو في عجان ممكن تستخدموه. هنستخدم في العجن مية دافية وهنعجن بيها. هنزود المية شوية شوية لحد ما نلاقي العجينة لمت معانا. ما نزودش المية، لو فضلت تلزق تبقى محتاجة دقيق. لو لقيناها بتلزق معانا يبقى هنزود دقيق. نحاول ان احنا نحط المية شوية شوية علشان ما نحتاجش ان احنا نزود. واحدة واحدة بدأت تلم معانا اهي. تمام، بدأت تلم، سابت البول اهي زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله. العجينة المفروض هي العجينة ديت بتبقى طرية كده وبتلزق شوية. هنسيبها بقى تخمر. ما شاء الله طرية. نسيبها تخمر قبل ما نبدأ نشتغل فيها. تمام، دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل فيها. هنقطعها الأول زي ما انتوا شايفين كده. نحاول على قد ما نقدر نخلي كل الكور مقاس واحد. لو عندنا ميزان الجرامات نستخدمه، لو مفيش خلاص نحاول نوازن بين ايدينا. هنبدأ نشتغل في اول واحدة. هنفردها زي ما انتوا شايفين، يا اما بايدينا يا اما بالنشابة. هنحط بقى الحشوة. جبنة دبل، وانا حاطه معاها زيتون. طبعا الحشوات زي ما انتوا عايزين، ممكن تستخدموا اللحمة المفرومة، شاورمة فراخ، بس هي بتبقى من الفرن بيحطوا فيها جبنة وبنقعد ندور عليها كمان. طبعا في البيت بتحط الحشوة زي ما انت عايزاها، بتزودي بتقللي زي ما احنا عايزين. هنستخدم اللي موجود عندنا. الصينية انا ما دهنتهاش حاجة، لو عايزين تدهنوها زيت براحتكم، بس هي كويسة. ده بقى سائل التلميع بتاع الوش، شوية مية وعليهم معلقة لبن بودرة ومعلقة نسكافيه. هندهن بيهم وش البوريك بتاعنا.
هنبدأ بقى نحط الوش اللي احنا عايزينه. انا حطيت سمسم، هو المفروض بيتحط عليه حبة البركة، بس احنا ما بنحبوش. اللي انتوا تحبوه تحطوه يا جماعة، سواء ده او ده. هندخله الفرن على درجة 200. طلع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا بشغل الفرن من تحت الاول ياخد سوا، بحطه على الشبكة، وبعدين لما يستوي ياخد السوا بتاعه ببدأ اشغل الشواية دقيقتين ياخد وش من فوق. شايفينه من جوه جميل، الحشوة بتاعته مليان مستوي وطري ما شاء الله. جربوه يا جماعة، هتحبوه جدا. الولاد بيحبوه على الفطار مع كوباية الشاي ومع كوباية النسكافيه اللي انتوا تحبوه، وبألف هنا وشفا. يا ريت يا جماعة ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.